السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بقى، انا حلمت ببابا الله يرحمه ورحمه الله عليه. فقمت عملت كده يعني. بصوا هقول لكم دلوقتي بالظبط ايه اللي حلمت بايه وانا فهمت الحلم ده ايه، عشان كده عملت كده. الاول هقول لكم بس انا بعمل ايه دلوقتي، وبعد كده هحكي معاكم طول ما انا شغاله. انا حطيت ميه على النار تغلي، وبمجرد ما غلت هحط فيها لحمه. انا مش مكتره قوي يعني لحمه، انا حاطه يعني هستعمل بس دول 4 كيلو. هحط اللحمه تتسلق. طبعا يعني بصوا الحبه الاخرى اللي انا هحطهم دول، دي كانت دهون فوق الميزان يعني. هو الجزار بس حطهم كده في كل طبق، كان حاطط حته دهون فوق الميزان. بيحطهم لجوزي كده يعني ايه، اكراميه من عنده يعني. بيقول له عشان الشوربه تبقى سمينه وحلوه، هو بيحطهم كده يعني. بس المهم انا طبعا اول ما الشوربه بتبدا تغلي او اللحمه يعني تبدا هتبقى كانها هتغلي كده، بتطلع على الوش زي ما انتم شايفين كده، زي ريمه يعني من فوق. فبنشيل الريمه دي عشان تبقى الشوربه حلوه بقى، نظيفه كده ورايقه ونقيه، متبقاش معكره. هي دي فايدتها يعني، فايده ان احنا بنشيل الريمه دي من على وش اللحمه واحنا بنسلقها، ان الشوربه ما تبقاش معكره، تبقى صافيه وحلوه ورايقه كده، وفي نفس الوقت تبقى طعمها حلو بقى، مفيهاش زفاره ولا حاجه. بس كل حاجه كل ما تطلع حاجه كده هشيلها. المهم بقى تعالى اقول لكم او احكي لكم انا حلمت بايه. بصوا حلمت خير، اللهم اجعله خير، يعني كاني انا كنت في بيت بابا. بصوا هقول لكم بس الاول، بعد كده هرجع للحلم. ده بصل مفروم، وكنت واخده الميه بتاعته عشان اتبل بيها بفتيك، وده التفل بتاعه، فحطيته في الشوربه هيدي ريحه تحفه. حطيت شويه فلفل اسود، ودول كده حبهان باودر، شويه حبهان باودر خلي ريحه الشوربه تقلب البيت كله. شويه ورق لورا كتير بقى على قد كميه اللحمه، مش كام ورقه وخلاص يعني، بس كده اهو. هحط كمان ايه، هحط فصين مستكه دلوقتي. لا هحط طماطمايه اهو، هقطعها نصين، وهحط حلقات جزر كده، جزرايه حلوه كبيره مغسوله قطعتها حلقات. هحط فصين 3 كده مستكه، هم 4 بصراحه اللي حطيتهم تقريبا. هديها تقليبه حلوه كده بس، واسيب بقى ايه، ههدي النار واسيبها تغلي. لما اللحمه دي تتسلق مش هحمرها ولا هعمل لها حاجه، هنكمل بيها بقى بقيه الاكل اللي احنا عايزين نعمله. هحط كمان جنبها الرز دلوقتي، وهبدا اشوح بس الرز، وانا بشوحه مش هيحتاج شرح ولا حاجه، وايه وهقول لكم اني هعمل رز ابيض عادي. هقول لكم بقى الحلم. حلمت خير، اللهم اجعله خير، اني شفت بابا الله يرحمه، كاني كنت في البيت هناك عند بيت بابا وماما يعني. وبابا طلع من الأوضة وقال لي أنا، سألني يعني، مع اني بابا في الفترة الأخيرة ما كانش بيطلع من أوضته، بس طلع بره الأوضة كده وسألني، قال لي عندكم لحمة أو عندك لحمة؟ قلت له يا بابا عندي لحمة. حتى وانا برد على بابا في الحلم، جوزي سمعني وانا بتكلم، افتكرني بكلمه هو يعني. المهم قلت له يا بابا عندي لحمة اطبخ لك. جوزي بيقول لي انا سمعتك بحسابك بتكلميني بتقولي انا عندي لحمه اطبخ لك. قلت بس ده نايمه بتفكر في غدا بكره ولا ايه؟ المهم بابا الله يرحمه قال لي لا، اي حاجه كده سهله حتى وسريعه شويه، ان شاء الله شويه فته حتى كده، رز بس وصلصه ولحمه، اي حاجه كده يعني. المهم ان كان نفسه في اللحمه. فانا عرفت من منى قبل كده اختي ان المتوفي يعني لما بيجي يطلب مننا اكل بيبقى عايز صدقه. فقلت بس يبقى بابا عايز صدقه، انا هعمل اللي هو طلبه مني اللحمه، وفي نفس الوقت هتطلع يعني لله، يبقى كده صدقه وان شاء الله توصل له باذن الله يا رب. اللهم امين، وربنا يتقبل، اللهم امين. فاي حد يحلم بحد عنده عزيز عليه بيطلب منه اكل، والله اعلم برضو، والله اعلم، انا بس انا بوصل حاجه انا عرفتها يعني. بيبقى كده بيبقى عايز صدقه، فنطلع صدقه على قد امكانياتنا. اكيد طبعا كل واحد وقد ظروفه وقد امكانياته يعني، فنطلع على قد امكانياتنا. لو هو طلب مننا اكل، بس انا حبيت بقى اطلع ايه الحاجه اللي هو طلبها في الحلم، اللحمه، واكل بيها يعني ناس، فان شاء الله باذن الله توصل له يا رب، اللهم امين الصدقه. المهم بصوا، انا اخيرا سقيت معاكم الرز شوربه.
قلت لجوزي مش معقول بقى كل شويه متابعين يقولوا لي ليه ما سقيتيش الرز شوربه، ليه ما سقيتيش الرز شوربه، وانا اضطر ارد عليهم واقول لهم اصل جوزي ما بيحبش الرز في الشوربه. فاحنا قلنا يعني كده كده احنا هناخد معلقتين رز بس من كل الحله دي، والباقي طالع يعني فخلاص بقى فرصة بقى، فرصتنا وجات لغاية عندنا، وفرصة المتابعين بقى بيقولوا لي ليه ما سقيتيش الرز شوربة، فسقيت بقى الرز شوربة اهو. صراحة انا عن نفسي بحب الرز بالشوربة، بس جوزي ما بيحبش الرز بالشوربة. بيبقى طعمه حكاية بصراحة بالشوربة، يتاكل حاف والله، يعني انا مأيده رايكم، انا باكله حاف كده. بس المهم حطيت الملح المظبوط على قد كميه الرز، وحطيت اهو الشوربه. حط كمان رشه فلفل اسود، يا نهار ابيض بقى في الرز الابيض، ويبان كده، ويبان نقط الفلفل الاسود يبان في الرز، بس مش مهم الشكل بقى، المهم الطعم، طعم الرز وهو في رشة الفلفل الاسود حاجة تانية والله خالص جميلة. يعني لو حد بيتضايق من النقط بتاعة الفلفل الاسود انها تبقى باينة في الرز، ما يهمكوش والله الشكل قد ما هيهمكوا الطعم بعد كده. المهم خليته خد غلوة حلوة، اديته تقليبة خفيفة خالص زي ما شفتوا كده، بعدين غطيت ووطيت النار بس، وهسيبه يتشرب على نار هادية خالص. هنحط شوية عصير طماطم مصفياهم بالمصفى، نحط شوية توم حلوين كده كتار عشان نعمل الصلصة اللي بنحطها على الرز كأنها يعني شبه فتة. حطيت شوية فلفل اسود، حط كمان ملح على قد كمية طماطم اهو. الطماطم دي كانت مميمية خالص كده، مش عارفة يعني كانت خفيفة. حطيت كمان معلقتين سمنة بلدي حلوين. حط كمان شوية زيت، حط معلقتين زيت بعد شوية. حط دلوقتي معلقة سكر عشان تضيع حموضة الطماطم. كملت بقى عصير طماطم، شايفين شفتوا عصير الطماطم وهو نازل تحسوه مميمي، مع انه مش متضايف له ميه خالص، يعني هو بيتضرب ما تضافلوش ميه، شايفه ان هو الطماطم مش تمام يعني. حطيت بقى معلقتين زيت في الاخر وخلاص اسيبها تتسبك بقى وتتقل. هنا كانت خلاص اللحم فاضل تكه وهطفي، فحطيت بقى الملح اللي يكفي حياء اللحمه. الموضوع سهل وبسيط وسريع، ومخدش مني وقت ولا مجهود ولا دربكة في المطبخ ولا دبكة ولا اي حاجة خالص، وفي نفس الوقت عملت حاجة حسها حلوة مريحاني نفسيا بسطاني. حطيت شوية خل هنا في الطماطم عشان تبقى زي تبقى زي صلصة الفتة بالظبط. بس كده طعمها زي صلصة الفتة كده بالظبط. بس يعني وخلاص طفيت على الصلصة وهطفي كمان على اللحمة وكده خلاص خلصت. الموضوع سهل وبسيط جدا. انا بقى قلت ما كانش عندي علب، في المنطقة اللي انا فيها ما لقيتش علب اللي هي العلب السوداء دي مغطى شفاف، فلسه هننزل ال40 بعيد مشوار بصراحة، ومفيش حد في الوقت ده عشان ابعته يجيب لي. ففكرت العيش نفسه بدل ما لدينه بقى واقطعه، عملته كده زي مركب، وفي نفس الوقت يعني حاجة سريعة وسهلة، وكل واحد هيمسك العيش في ايده كده، الرغيف يعني ياكله كأنه سندوتش. عملته زي مركب اهو كده، كل رغيف طبقته جوه بعضه نصين اهو، شايفين عارفين انتوا اكيد المركب اللي بنعملها دي. بس طبقته كده جوه بعضه اهو، بحيث هحشي من جوه بقى، احط شويه رز على شويه صلصه على حته لحمه وخلاص، وسهل. وبعدين كل رغيف من الارغفه دي يتحط في كيس تلاجة نضيف وخلاص، وينزل بقى يتوزع كده بسهوله. يعني مش هنحتاج بقى علب فندور على معالق، عشان اللي هياكل في الشارع مثلا لازم عايز معلقه، لكن ده هيطلع من الكيس وياكل على طول كده سندوتش على طول. بس اللحمه حتى هحطها زي ما هي كده، مش هحمرها عشان لو حد كبير في السن ولا حاجه مفيش اسنان او كده وهياكل، تبقى اللحمه طريه عليه، متبقاش نشفت في التحمير. بس والصلصه هتديها طعم حلو. بس انا بشيل بقى دلوقتي اللحمه من الشوربه بس، وهكمل بقى. المهم ان انا يعني بصوا، هو التكمله دي شرحه نفسها، يعني مش محتاجه ان انا اشرحها. هحط بس شويه رز كده جوه العيش، واحط عليهم معلقه صلصه،
تدي طعم حلو، وبعدين احط حتتين اللحمه ولا حاجه واحطه جوه كيس واكمل كل الكميه كده. كنت عايزه اسال بقى على حاجه، لو في حد من حبايبنا معانا هنا ليه بقى في التفسير او بيعرف التفسير، او الناس الكبيره الجميله دي اللي احيانا برضو كانت بتفسر لنا زمان، لو ليه تفسير تاني الحلم زي ده يقول لي، لان انا دي مش اول مره احلم بحاجه زي كده. شوف بابا الله يرحمه، ويعني بيطلب حاجة، بس قبل كده ما كنتش بعمل نفس الحاجة اللي كان يقولها، مثلا لحمة أو كده أو أكل، لا كانت بتطلع في صورة حاجة تانية مثلا بره، وما كنتش بصورها يعني. بس فالمرة دي قلت إيه، طالما طلب لحمة أعمل لحمة، يعني أطلع لحمة. فحد يقول لي هل فعلا لو حد حلم بالمتوفى بيطلب أكل أو عايز ياكل حاجة معينة، هل فعلا هو كده جاي طالب صدقة ولا لأ؟ زي ما منى أختي بتقول يعني ده أنا مشيت ورا كلام منى منى أختي هي اللي قالت كده. فعايزة أعرف بقى الكلام ده حقيقي ولا لأ، لو حد عنده فكرة يقول لي. بس وربنا يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم أي حاجة حلوة بتعملوها عشان أي حد بتحبوه. وربنا يرحم كل أمواتنا يا رب، اللهم أمين، ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته، اللهم امين يا رب. بس يا رب كنتش بس تقلت عليكم، يا رب ما كنتش ضايقت حد بالفيديو ده، او ضايقت حد باي كلام او باي مشاعر موجوده في الفيديو. انا بس حبيت اوصل لكم رساله زي كده، يعني لو حد شاف حد عزيز عليه جاي يطلب منه اكل، احتمال يكون فعلا عايز صدقه. سيبكم في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه